ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من امبارح ما شفتكوش. دلوقتي حصل حوار امبارح كده، او من اول امبارح بالظبط. طلع علينا استاذ ممدوح عيد، قال لك التذكره ب 200 جنيه. يا ابني ممدوح عيد مين؟ دي شركه تذكرتي هي اللي قايله كده. لا والله مش شركه تذكرتي، مش شركه تذكرتي. لقيت عليها الضغط عالي فخلعت قالت لك لا ده ممدوح عيد والله رئيس النادي هو اللي قال لك كده. طيب يا سيدي ما علينا. خليت التذكرة بكام؟ ب 200 و2000 و5000. ايه؟ 200 و2000 و5000؟ طب يعني 75 خليها ب 100، خليها 150، الضعف يعني. اما انت كده خليتها ضعفين وقريبه من الثلاث اضعاف. حركه منه اللي هي تخلي جمهور الاهلي ما يحضرش، والنادي الاهلي من غير جمهوره مش عارف يلعب وبيراميدز يكسب. منطقي. ولا انت قصدك حاجه تانية؟ خلينا نفكر مع بعض. يعني انا للاسف ما معلش نوع الفيديوهات ده هطول فيه شويه كاني بفكر معاك. فالنهارده الصبح التذاكر المفروض اللي هي فاتحه، جمهور الاهلي ما بيتعاندش هنا، ما بنتعاندش ده هنا. يعني مش عايز اقول ايه، والله بجد ما بنتعاندش. اشترينا التذاكر كلها. ايه؟ كلها. يعني احنا مع الاهلي غصب عن. ولو انت يا عم عاملها عشان الربح اديك ربحت. اربح فلوس وانا سيبني اربح بطولات، او بطولة الدوري بمعنى اصح. راح بس مش ده اللي حصل بقى. احنا علينا على ممدوح عيد، راح جه مين على علينا؟ الخطيب. قال لك التذاكر كلها هترجع ثمنها للجمهور كله، واحنا بحثنا الامر مع شركة تذكرتي. ومش بس كده، راح الخطيب دق على العالي قال لك يا جدعان هو فين الفلوس بتاعت ماتش الزمالك، ماتش القمة اللي احنا حجزنا والزمالك ما راحش، بتاع العذر القهري. فبالتالي الخطيب ايه؟ دخل لقلب الجمهور. مش كده وبس، ده كسب عليه البونت التالت. قال لك التذكره مش هي 75 وهو خلاها 200، انا هخليها 50 لحد اخر الموسم. يعني انت جاي دلوقتي تعلم على جمهور الاهلي او بتعاند جمهور الاهلي؟ معلش، انت مش عارف مين جمهور الاهلي؟ انت مش عارف جمهور النادي الاهلي؟ يا استاذ يا ممدوح يا عيد. ده ده انت من ها، انت في الاساس. عشان انت في الاساس يا كابتن ممدوح عيد ولا استاذ ممدوح عيد، عايز اقول لك حاجه واحده بس. جمهور الاهلي ما بيتعاندش مع اي حد. ونفسي كان نفسي والله امنيه حياتي ان جمهور الاهلي الحقيقي كان يبقى موجود. كنت هتزعل قوي في اطار الروح الرياضيه. يعني هتزعل في اطار الروح الرياضيه، اضغط عليك كانك منافس بس، وانت عارف الطريقه ازاي. وفي الاخر الخطيب هو اللي كسب البونت على قفاك.